السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ منورين مطبخ نونو. النهارده هنعمل اكله من ألذ الاكلات اللي هنعملها سوا مع بعضينا. هنعمل المحشي مع بعضينا والفراخ المشويه. هنا معانا المقادير، معانا بتنجان وكوسه وفلفل وهريسه شطه، خضره مشكله، ومعانا الصلصه، ومعانا صويا صوص وباربيكيو، ومعانا الرز والملح والملوخيه والتوابل، الملح وفلفل اسود وسبع بهارات وبهارات الفراخ وجوز الطيب. هنا معانا الرز والخضره هنقلبهم كلهم في قلب بعضيهم، وهنيجي على النار احط حله على النار واحط معاها سمنه وزيت، وهشوح البصلايه لحد ما لونها يبقى ذهبي كده، وهنا هحط معلقه سكر وهشوحها لحد ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. اول ما تبقى ذهبي كده هقوم نازله عليها بالصلصه. هنا انا عملت المحشي بالصلصه، جربوه بالصلصه طعمه تحفه وجميل وبيبقى لونه احمر خالص. هنا هحط الملح والفلفل الاسود وسبع بهارات، 3 وحدات مرق دجاج، وهسيبهم لحد ما يتسبكوا مع في قلب بعضيهم وتطلع زيوت الصلصه زي ما انتم شايفين كده. وهنا هحضر الفراخ مع بعضينا، هحط بصلايه وهحط ميه بصل وصويا صوص وهرسه الشطه وباربيكيو والزيت وخل، وهنا هحط التوابل ومعلقه صلصه، وهحط التوابل 7 بهارات، فلفل اسود، بهارات الفراخ، وهحط الملح، وهحط الاعشاب اللي هي روزميري وكباب الصيني حصى. وبعد كده هقلبهم كلهم في قلب بعضيهم، وهتبل الفراخ زي ما انتم شايفين كده من جوه الجلد ومن بره، وهسيبها لمده ساعتين لحد ما تشبع من التتبيله خالص. اول ما تشبع من التتبيله هقوم حطاها في الصينيه، دخلها الفرن على درجه حراره 200. هنا حطيتها في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، وهقوم حطاها على درجه حراره، هكون مولعه الفرن قبليها عشان خاطر اول ما تخش وهنا هجيب الخضره والرز، هدلق عليهم الصلصه وهقلبها كلها. وهنا المحشي انا متبله وكده المنظر ده. اول ما خلصنا المحشي شربته ميه، تلتين الميه في الحله زي ما انتم شايفين كده. وهنا معايا الملوخيه خرطتها محضره الشوربه، حطيت معاها مكعبين مرق دجاج ونص معلقه سكر، وهسيبهم لحد ما الشوربه تغلي. هقوم حاطه الملوخيه معانا، هقلبها تقلب في قلب بعضيها كده. هحضر الطشه حاطه معلقه سمنه على معلقه ثوم، وبعد كده شوحتهم في قلب بعضيهم، وبعد كده حطيت معلقه كبيره كزبره، وبعد كده طشه الملوخيه زي ما انتم شايفين. وكده الفراخ بعد ما طلعت من الفرن والمحشي استوى ومعانا الملوخيه بالشكل ده. ساعه كنت خلصت الاكل وما شاء الله كانت اللهم بارك، كان طعمه تحفه 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 بجد وروعه الروعه بامانه. جربوها مش هتندموا. متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتقولوا لي متابعيني من انهي بلد، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهارده وده الشكل النهائي لاكلتنا، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. استنوني الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله، ولو حابين اعمل لكم اي نوع اكله انتوا عايزينها قولوا لي في الكومنتات. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.